الأردن في آخر لقاءات مرحلة الذهاب، وانتصار جاء بعد صعوبة بالغة ومباراة جميلة جمعت الكبيرين الأخضر القارة الخضراء والأسد العماني شباب الأردن واعتلاء الصدارة. وننتظر نقل الكلمة بعد قليل للزميل محمد قدري حسن. إذن الآن الوحدات يتصدر مرحلة الذهاب وشباب الأردن ثانيا، ولدينا العربي ثالثا والفيصلي رابعا. جماهير تفرح وتغني وتهتف للاعبيها لهذا المستوى بالرغم من تقارب المستوى بين كلا الفريقين. إذن مرحلة الإياب الأمور سوف تختلف، والفرحة المشروعة لجماهير الوحدات في مدرجات استاد عمان الدولي. غياب كان مؤثر للوحدات والشباب الأردن، ولكن الجهد من المجهود والنهاية كلاهما بمن حضر. وسيم البزور وهناك مجموع من لاعبي شباب الأردن يعني بعد هذه النتيجة غير راضيين نهائيا. إن شاء الله عز وجل بعد قليل ننقل الكلمة للزميل محمد قدري حسن فإلى هنا. إذن شكرا للزميل علي الحنيطي. وهكذا تنتهي مرحلة الذهاب لدوري المحترفين دوري المناصير. طبعا الآن الوحدات هو بطل مرحلة الذهاب ب 26 نقطة مقابل 24 نقطة لشباب الأردن. العربي في المركز الثالث ب 23 نقطة، الفيصلي في المركز الرابع ب 17 نقطة.